السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي في حلقة جديدة. في الحلقة ديت اللي ناس كتير مستنياها. الحلقة ديت مهمة جدا لكل الناس اللي شغالة في مجال التمريض اللي جت ألمانيا واستقرت وبدأت بقى إيه تقع على الضرايب. أنا جاي أشرح لك أنت بتدفع كل جنيه في الضرايب بيروح فين ولمين وبتستفاد أنت منه إزاي، سواء حاليا أو في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد على حسب أنت فين. فكل حاجة بتبقى محددة مخصصة، فأنا هاحاول أشرح لك بقدر الإمكان بكل التفاصيل اللي أنا أعرفها واللي أقدر أقولها في الفيديو بشكل سريع علشان ما أطولش في الفيديو ويكون فيديو طويل ليك. كل ما حد يسمع كلمة ضرايب يا لهوي! أنا دوري دلوقتي اللي أنا حاجة واحدة بس، إن أنا أبسّط لك المعلومة في الجزء ده عشان إيه، هنا في ألمانيا التهرب من الضرايب دي حاجة كده زي الشرف في الدول العربية عندنا. فحاجة مش صعب إن حد يتقبّلها، وده المكان الوحيد اللي في ألمانيا لحد دلوقتي كمكان حكومي تروح بدون ميعاد اللي أنا سمعت عنه يعني. ممكن يكون في أماكن تانية أنا لسه ما سمعتش عنها يعني. فأنت هتروح تقول لهم يا جماعة بتوع الضرايب أنا جاي لكم، فتروح لهم على طول، يعني مش محتاج تحجز ميعاد رسمي وتروح لهم، لأ خُش يا باشا على طول. يعني إيه ضرايب؟ إيه فايدة الضرايب؟ وبتاعة إيه الضرايب؟ هي الضرايب ما هي إلا فلوس بتتخصم منك من المرتب بتاعك اللي أنت بتقبضه من الشغل. تختلف طبعًا حاجات كتير أوي، أسباب منها أسباب اجتماعية، أسباب مادية، نوع الوظيفة، مرتبك قد إيه، تكاليف المعيشة في المدينة اللي أنت عايش فيها، فدي بتبقى فيها حاجات كتيرة أوي مختلفة. فأنا جاي أتكلم بالقاعدة العامة وليس بالقاعدة الخاصة لكل شخص. طبعًا أنا بانصح في الأول وفي الآخر قبل ما أتكلم في الفيديو، لو أنت حاسس إن الكلام اللي جاي ده مُعقّد شوية أو فيه تفاصيل كتيرة ما تتناسبش معاك وأنت ظروفك أحسن أو أقل من الكلام ده، فأنصحك إنك تستشير حد شغال في مستشار ضريبي، ما أعرفش بقى بالعربي يعني إيه، مستشار ضريبي يعني حد بيفهم في الضرايب، فهو مستخلص للضرايب، يقدر يعمل لك حاجة اسمها شرح للضرايب، ويبلّغ الدولة ويبلّغك في نفس الوقت عن طريق إنك تعمل له توكيل، والكلام ده بصفة رسمية مش كلام من ورا الترابيزة يعني، دي كل حاجة قانونية هنا في ألمانيا. فأنا جاي أتكلم عن الضرايب، ودايمًا الناس كلّها دماغها بتروح لمّا تقول لهم ضرايب، ضرايب، ضرايب بيخافوا جدًا. في عندنا 5 أنواع، فأنا جهّزت ليك صورة صغيرة كده هنا أهي، دي صورة 5 أنواع ضرايب بيتخصموا أو تأمينات بيتخصموا ليك منّك في ورقة المرتب بتاعتك لمّا بتيجي لك مفردات المرتب الشهرية 5 أنواع. إيه 5 أنواع؟ حاجة اسمها Krankenversicherung اللي هو التأمين الصحي، وحاجة اسمها Arbeitslos والّا Arbeitslosenversicherung هاقول لك يعني إيه، وبعد كده Unfallversicherung وRentenversicherung Pflegeversicherung. أول حاجة التأمين الصحي، اللي هو التأمين الصحي الخاص بصحتك أنت. طبعًا هنا في ألمانيا مُتعارف عليه أنا كشخص موظف بيتخصم منّي تلقائي نسبة ما على حسب شركة التأمين الصحي اللي أنا مأمِّن عليها، وكمان أنا كده كمؤمَّن شخص حكومي، فتقريبًا نسبة متقاربة ما بين الشركات. ده تأمين صحي، أي حد عايش في ألمانيا لازم يكون عنده تأمين صحي، سواء يا حكومي يا خاص، ما فيش حاجة تالتة. فكنا بنقرأ في كتاب الأسبوع اللي فات كنا بيتكلم عن حوالي 84% اللي عايشين في ألمانيا عندهم تأمين حكومي. و15% تأمين خاص، ونُص في المِيّة مش عارفين راح فين. فده اللي باتكلّم فيه، التأمين الصحي دي حاجة شِبه إجبارية للي عايش في ألمانيا. بس في ميزة في ألمانيا ما شُفتهاش في دولة تانية لحد دلوقتي، إن لو شخص واحد في الأسرة داخل أسرة متأمِّن عليه، بقية الأسرة بيتأمِّن عليها بشكل تلقائي بدون دفع زيادة. الكلام ده لحد النهارده عشان الكلام بيتغيّر اليومين دول في الوزارة. يعني إيه يا عمرو؟ يعني أنا لا قدر الله أنا معايا زوجتي وأولادي ومخلّف 20 طفل، يعني من زوجة واحدة طبعًا عشان هنا تعدُّد غير قانوني. هاعمل إيه؟ هاعمل حاجة واحدة بس، إن أنا هابلّغ التأمين الصحي بتاعي أنا عندي 20 طفل وطفلة وعندي زوجتي، فكل طفل وطفلة وزوجتي هيبقى عندهم كارنيه تأمين صحي زي اللي معايا، أنا بتاعي محطوط في المحفظة بس عشان فيبقى ما ادفعش جنيه زيادة، فاهم؟ ده المتعارف عليه لحد تصوير الفيديو. ليه؟ علشان ده حاجة من باب الاجتماعية هنا في ألمانيا متعارف عليها إن الشخص طالما شغال فالأسرة هو الراجل بيعول الأسرة كلّها وبالتالي بقية الأسرة ما بتدفعش تأمين، هو الرقم ده يكفي لا قدر الله أي طفل تعب بيبقى كل طفل له كارنيه خاص بيه بصورته الشخصية وتفاصيله الشخصية وخلاص، والأمور بتعدّي على كده خلاص. ده المتعارف عليه دايمًا في ألمانيا.
طبعًا حاليًا في الوزارة في كلام رايح جاي آسف، بيتكلم إن هو هيزوّدوا النسبة ويزوّدوا الفلوس اللي هتدفع، ويخلّي الراجل يدفع نسبة أكبر عشان مراته بتدفع يعني ما تدفعش لإن هي مش شغالة مثلًا، فبالتالي بدل ما الراجل بيدفع لأ هيخلّي التأمين على مراته هو كمان يدفع لها، فيتخصم من الموظف أكتر فلوس، يعني لسه في كلام رايح جاي لحد دلوقتي. أنا ما عنديش كلام رسمي بيقول إن خلاص القانون اتطبق، بس هنتكلم بالكلام لحد تصوير الفيديو تمام؟ فده تأمين صحي إجباري على أي حد عايش في ألمانيا. بعد كده Arbeitslosengversicherung يعني إيه؟ تأمين ضد البطالة، يعني لا قدّر الله أنا حصل لي أي سبب من الأسباب اضطريت أسيب الشغل، أو الشغل عندي قرر يمشّيني تعسُّفًا، فبابلّغ حاجة زي وزارة العمل أو Bundesagentur für Arbeit مش Bundes خلّيها Agentur für Arbeit بتاعة المحافظة بتاعتي، دي حاجة زي وكالة العمل، زي مسميها عندنا آمم أنا مش عارف بالعربي يعني إيه، بس ممكن نقول اللي هو عندنا مثلًا وزارة القوى العاملة فرع الشرقية، حاجة زي كده، إن هو أنا في المحافظة اللي أنا عايش فيها، فبابلّغهم وأقول لهم أنا سِبت الشغل أو الشغل فصلني لا قدّر الله، فبيبدأ يصرف لي حوالي 60% أو 70% حاجة ما بينهم أو 65% نسبة معيّنة عشان مش فاكر الرقم بالضبط، حاجة و60% ده اللي أنا فاكره، من مرتبي اللي كنت باخده آخر 12 شهر. فهو يحسب المتوسط قد إيه، فهاخد حوالي 60% من قيمة المرتب وخلاص، لمدة سنة كاملة لحد ما أشوف هاعمل إيه. ده من باب اللي موجود في ألمانيا مثلًا دي حاجة بنسميها عندنا اللي هو أمان وظيفي نسبيًا، تمام؟ ده حاجة تأمين كده بيتخصم من المرتب تلقائي، عشان يسهّل عليك لا قدر الله لو حصل حاجة يدّيني لمدة سنة بدون ما أشتغل، وبيصرف لي المرتب آخر الشهر عادي لحد ما أستقر وأضبّط أموري. بعد كده عندنا حاجة اسمها Unfallversicherung يعني إيه، تأمين ضد الحوادث بس بما يخُص ده الإجباري، اللي هو يعني إيه، لا قدّر الله أنا مثلًا أنا عمرو متأمِّن عليّا في الطريق بتاعي من بيتي للشغل ومن الشغل للبيت، يعني أنا طول ما أنا رايح الشغل لا قدّر الله حصل أي حاجة أنا قدّر الله حصل لي أي حاجة، الشغل هيدفع كل حاجة، أنا مش هادفع جنيه مهما حصل، وأي إجازة هاخدها بسبب اللي هيحصل لي لا قدّر الله ده، ده معناه إن أنا جزء منه الدولة هتدفعه، اللي هو اللي أنا already دافعه آخر الشهر ده، فبيبقى متخزّن في خزنة بيدفع جزء والشغل بيدفع بقية الجزء. وأنا مش هادفع أي حاجة خالص، تمام؟ فده مثلًا جزء، فهو الOnfallversicherung ده اللي هو تأمين حوادث، لا قدر الله أنا ماشي في الطريق رايح الشغل، راجع من الشغل، وأنا في الشغل داخل الشغل نفسه حصل لي حاجة، دراعي وجعني، أنا ليّا واحد صاحبي الأسبوع اللي فات كنا تقريبًا في صلاة الجمعة، عنده مشكلة في صباعه بدأ يأثّر بسبب ضغط الشغل، فخد حوالي أسبوعين لحد ما يعمل عملية وهيقعد 4 شهور مش بيروح الشغل، مصروف له المرتب 100%. ليه؟ هو طبيعة شغله إن هو دي تعتبر إصابة عمل وإن حصل له ده داخل الشغل، ف هيقعد كام شهر ما يروحش الشغل لحد ما يرجع طبيعي، فهيقعد لحد دلوقتي على كلامه معايا هيقعد حوالي 4 شهور، مرتبه ماشي 100%، فهو قاعد ربنا يديه الصحة ويقوم بالسلامة إن شاء الله، وكده أشوفه إن شاء الله بكرة في صلاة الجمعة إن شاء الله. فمثلًا دي معلومة مهمة جدًا، ده حاجة مهمة، التأمين ده بيدفع جزء والشغل بيدفع بقية الجزء، ويبقى 100% للموظف مرتبه يوصل 100%. فده أهمية خصم نوع التأمين ده. بعد كده التأمين الرابع اللي هو ده Rentenversicherung يعني تأمين اجتماعي. يعني إيه تأمين اجتماعي؟ لمّا ربنا يكرمني إن شاء الله ويبقى عندي 67 سنة باطلع معاش لحد دلوقتي 67 سنة، فباطلع معاش، فهاعمل إيه؟ فمحتاج معاش، فشوف بقى أنت اشتغلت كام سنة يبدأ يحسب لك بقى متوسط قد إيه، فأنا مش فاكر على ما أفتكر إن أنا حسبتها بالورق مش بالورقة والقلم mentally كده حوالي 700€ أو 900€ في الشهر، دول ما يجيبوش تمن الشرا استغفر الله العظيم، كنا بنتناقش مع الشباب في الموضوع ده، فالتأمين ده مش مضمون إن هو يعيشني عيشة كريمة ساعتها يعني، فكل واحد كان له رأي في حاجة زي كده يعني، فده اسمه تأمين اجتماعي لمّا أطلع معاش بالسلامة إن شاء الله يكون ليّا معاش آخر الشهر. بعد كده التأمين الأخير اللي هو مسميه عندنا Pflegeversicherung وده موضوع تاني خالص مهم جدًا، تأمين طبي تمريضي، فلا قدر الله أنا شخص عايش لوحدي في بيتي مُعزّز مُكرّم، فجأة كده قدّر الله دراعي اتكسر أو رجليّا اتكسرت، لا قدّر الله، أنا محتاج ناس تنضّف لي البيت كل أسبوع، محتاج ناس تعمل لي shopping كل أسبوع، محتاج ناس تحلق لي دقني كل أسبوع أو أطلب الحلاق ييجي لي البيت والتأمين يدفع. محتاج حد لا مؤاخذة ي
يخرجني بره البيت شويه عشان اهم، عشان انا مثلا قاعد في البيت مثلا كآبه فما اقدرش. محتاج خدمه معينه، محتاج ريهابيليتيشن فيز اللي هو محتاج مرحله النقاهه، ده كله تامين بيدفعه. ايه فايده التامين ده؟ عشان ده بنسميه عندنا سوسيال فيزيشن او بفليجر فيزيشن. ده وظيفته ان هو لا قدر الله انت تحتاج خدمه معينه، فالتامين ده بيدفع لك 100%. ف الماده دي درسناها السنه دي في الجامعه او الترم ده في الجامعه. التخصص ده فيه ايميل رسمي وحاجات رسميه للمرضى المسنين، بس ليها برضه للناس الشباب. الجزء التامين ده بالذات اللي هو ده ليه؟ مثلا انا عندي زوجتي في البيت وربنا اكرمني بزوجتي وقدر الله انا رجليا قدر الله اتكسرت او دراعي اتكسر ومحتاج حد يخدمني، فانا مراتي هتخدمني لله وللوطن، ده ربنا يبارك فيها ويجزاها كل خير. ربنا يتقبل منها. هنا في المانيا في قانون ان انا هبلغ التامين اللي هو التامين ده اللي هو بيفليجر فيزيشن ده اسوسيال فيزيشن، واديهم الرقم السري بتاعي واقول لهم انا قدر الله دراعي اتكسر او رجلي اتكسرت وانا مراتي هتخدمني، فانا مراتي عايزه فلوس مقابل الخدمه دي، بدل ما اطلب حد يجي يخدمني في البيت طالما عندي حد. طبعا الكلام ده ينطبق على صاحبي، ينطبق على زميلي، ينطبق على حد ما اعرفوش من جيراني، ده ينطبق 100%. لو انا ما عنديش حد مع ثقه انا ممكن ابلغ شركه التامين، مش شركه اللي هو مسميه اللي هو بفليجر فيزيشن او سوسيال فيزيشن، بيبقى كل موظف بيبقى كل شخص له موظف مسؤول عنه برقم سري والحاجات دي، يبعت له ايميل يترد عليه او الايميل الرسمي على طول بيترد عليه خلال 24 ساعه، ويحدد ويبعتوا له الناس على طول تاني يوم الصبح، وبعد كده يبتدي يتكلموا ويتناقشوا ويخلصوا المشكله دي. طب انا عمرو انا مثلا مراتي عايز تخدمني فلله والوطن ربنا يبارك فيها ويجزاها كل خير، بس هي عايز تخدمني لله والوطن وعايزه الفلوس، القانون يقول لك ايه في الحاله ديت؟ على عناية الاتنين يا باشا، خلي مراتك تخدمك يا باشا والفلوس هتتحول على حسابك انت يا عمرو. مراتي لو مش واثقه فيا هتعمل معايا ايه؟ لا يا عمرو انا عايزه الفلوس تتحول على حساب انا يا عمرو. على حسابها هي. فبل اضطر ابلغ التامين اقول لهم ده رقم حساب مراتي وهي عايزه فلوس لان هي مش واثقه فيا. او هي عايزاه عشان هي تنبسط بيه انا مش دعوه. فاحقاقا للحق القانون بيقول لك يفضل وليس مجبر ان الفلوس تتحول على الشخص اللي هيقدم الخدمه، سواء بقى شخص زوجه صديق او ما تتحولش للمريض نفسه. يفضل، انا قلت يفضل عشان الكلام ما يتاخدش ونلبس كلنا يقول لك ثقه ومش ثقه ما اعرفش ايه. فدي مهمه جدا. مهمه تانية كمان انها بتسهل عليك، بتدفع لك رقم شهريا لا قدر الله لو انا احتجت ريهابيليتيشن فيز اللي هو سواء بقى من التامين الصحي او من التامين الاجتماعي، وكمان لو انا قدر الله احتجت دار مسنين مع عمر طويل ان شاء الله لا قدر الله لا قدر الله لو احتجته، فالتامين ده بيدفع نسبه، مش بيدفع النسبه كلها، لان انا اكتشفت صدمه بالنسبه لي حضاريه ان الشخص لو عايز يتحجز في دار مسنين في المانيا الاسعار بتبدا من 3900 وانت طالع. على حسب احتياجات الخدمه اللي انا محتاجها قد ايه كمريض من الممرض او من الشخص اللي هيديني الخدمه نفسها، فده حاجه مش طبيعيه يعني. فالتامين ده بيدفع نسبه مش كتيره، بس ممكن نقول حوالي لو انا محتاج حاجات كتيره قوي خدمات كتيره قوي بتبدا مثلا من 400 وانت طالع لحد ماكسيمال 800 او 900 يورو ماكسيمال اصلا في الليله كلها، ده في الشهر لو تمام. فده مثلا انواع التامينات. طبعا في تامينات تانية خارجيه برايفت، تامين الاسنان، تامين للنضاره، تامين اطراف صناعيه لا قدر الله لو انا بركب اطراف صناعيه، تامين للبيت المنزل، تامين للسياره، تامين للبسكليت، تامين للموبايل، تامين لو انا عندي حاجه ذات قيمه في البيت عندي خايف عليها فامن عليها مثلا اللابتوب ده فابلغ التامين. عندي حاجه تانية شخصيه مثلا في غرفتي مثلا فامن عليها غسالة الملابس مثلا. الحاجات دي كله برايفت، انا بدفع كل حاجه بنفسي، بس التامين بيغطيني بنسبه كبيره. يعني ممكن انا مثلا مأمن على لو انا اذيت حد هم هيدفعوا لي تقريبا لحد 100,000 يورو تقريبا. لو انا اذيت حاجه مثلا كسرت مثلا المروحه بتاعت صاحبي، المروحه دي مثلا ب 1000 يورو هيدفعوا له 1000 يورو، طب المروحه دي ب 20,000 يورو هيدفعوا له هو 20,000 يورو، وهكذا. ده اسمه برايفت فيزيشن او بريفات فيزيشن. فدي حاجه مهمه جدا للناس المهتمه. عشان ما اطولش في الحلقه انا عندي خلاصه صغيره محتاج اقولها.
الاستقطاعات ديّة هي اللي بتفرق ما بين الراتب الإجمالي والراتب الصافي، عشان كده دايمًا لمّا حد يسأله أنا عايش في ألمانيا وشغال ممرّض، أيوه، مرتبك كام يعني؟ دايمًا الطبيعي إنك بتسأل قبل السؤال والّا بعد السؤال؟ ألمانيا بالذات وفي مجالنا بالذات قبل الضرايب والّا بعد الضرايب؟ عشان كل واحد له category معيّنة. طبعًا لو أنا مخلّف ومتجوّز ومخلّف عشان الترتيب مهم جدًا، لو أنا متجوّز ومخلّف وكل ما يزيد عدد الخلفة، فدي حاجات مميزات جدًا، إن أنت بتقلل الضرايب وبتاخد معونة للطفل مش فاكر 250، 260 حاجة زي كده يورو في الشهر على كل طفل. لحد ما يتم ال18 إن شاء الله. ولا قدّر الله لو أنا مرتبي بعد ده كله مش مكفّيني أدفع إيجار السكن، بتبلّغ حاجة اسمها Arbeitslosengeld اللي هو أنت already دافعه في التأمين ده اللي أنا قُلت لك عليه رقم 2 ده، بتبلّغ الناس اللي هو الagentur für Arbeit أو وكالة العمل، وزارة العمل، يا سِت الكل أنا مرتبي والمعونات اللي باخدها للأطفال ما بتكفّينيش أنا أدفع إيجار الشقة، فيعوّضوك بحاجة اسمها Arbeitslosengeld مش فاكر 1 والّا 2 فلوس بتاخدها في الآخر، آخر الشهر زيادة عشان يدّيك support تدفع إيجار الشقة. ده حقك القانوني إن أنت عايش في دولة بتساعد الناس في المواقف اللي زي دي. أعتقد أنا خلّصت الحلقة، أتمنى تكون الحلقة كانت واضحة وفيها معلومات مفيدة ومهمة، أتمنى لإن أنا مش عارف أنا الواقع مُعقّد سيكا، بس حاولت بقدر الإمكان أخلّي الموضوع بالعربي. أنا آسف لو قُلت أي لفظ خارج عن اللغة العربية. بس إن شاء الله، إن شاء الله تكون المعلومات بالنسبة لكم مفيدة جدًا. أشوفكم على خير في حلقة جديدة في رعاية الله، مع السلامة.